وللمتبرعات. مثال حي على هذا الامر هم ضيوفي اللي منورين النهارده في الاستوديو، الاستاذ اشرف عزمي عبد الحميد، رئيس شعلة الابداع العربي، وهي جمعية اسمها جمعية شعلة الابداع العربي. برحب بيك استاذ اشرف. وضيفي الثاني هو الاستاذ بشري العدلي محمد، وهو شاعر وعضو في شعلة الابداع العربي. برحب بيك استاذ بشري. اهلا بكم، منورين شاشة قناة التعليم العالي. اعتقد انه الجمعيه جمعيه شعلة الابداع العربي ومواهب الشباب هي بتعالج مشكله مجتمعيه. هذه المشكله هي مشكله الشباب الموهوب والذي لا يجد داعما له. انتم من خلال هذه الجمعيه بتحاولوا تكتشفوا المواهب، بتحاولوا تدعموا هذه المواهب وتقفوا في ظهرهم لحد ما يصلوا الى المكان اللي هم فعلا يستحقوها، واللي موهبتهم بتضعهم على رأس هذه المكانة. الأستاذ أشرف، خليني أبدأ حواري مع حضرتك وتعرفنا بهذه الجمعية وحضرتك رئيس لهذه الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول اللهم صل على سيدنا محمد. شعلة الإبداع العربي جمعية قامت بالجهود الذاتية، المؤسسين بتوعها 22 فرد. لمينا تبرعات من بعض، تبرعات بقى كل على قد ما يقدر، حتى ان في ناس تبرعت بمكاتب، ناس تبرعت بكراسي. ما فيش اي تمويل خارجي، ما بنستعطفش حد علشان ناخد منه حاجه. المساله مساله حب، لا اكتر، حب العمل الجماعي لخدمه نطاق معين في المجتمع، وهو النطاق الثقافي، اللي اظن ان هو اهم نطاق في المجتمع، انك انت تبني ثقافه. يعني ما بناخدش موهبه وبنطلع بيها على شاشه التلفزيون لا ونقول النبي يا جماعه الموهبه دي لو ما حدش لحقها هيضيع وهيتدمر والعيله كلها هتتدمر عشان الراجل ده عنده موهبه، فالنبي ادفعوا لنا على قد ما تقدروا علشان ندعم المواهب. لا، الموضوع عندنا يختلف تماما. احنا فكرنا ان احنا نغير في الثقافه اللي بقى لها فتره بدات تنتشر في المجتمع بشكل مسف، بشكل انا ارفض ان هو يخش بيتي يشوف اولادي. الثقافه اللي اتنقلت عن طريق الانترنت، اللي اتنقلت عن طريق التلفزيون، الانتاج اللي يعني لا يقال عليه ان هو مسف. مش هنقول الفاظ اكتر من كده، اللي ملا الدنيا. احنا فكرنا نغير ثقافه الطفل من صغره. الطفل اللي هيطلع بعد كده عارف. احنا اجيالنا مثلا اتربت على عمالقه في الفكر وعمالقه في الادب، طه حسين، حسين عبد القدوس. الناس اللي خلت عندنا وعي. النهارده فين الكلام ده؟ اكاد اجزم ان مفيش روايه ولا مفيش عمل، حتى عمل ابداعي يربي جواك خلق سليم او خلق قويم، يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فهي دي كانت فكرتنا. مجموعه برضو النتاج بتاعها كان انتشار الفيس، وكل حد بيكتب كلمتين واللي بيكتب، وتلاقي تلاقي الموضوع كبر قوي بشكل. بدأنا يعني ننقى بنفسنا ونقول لا، احنا عايزين نميز المسألة اكتر، نعمل كذا. فبدأنا بدأت الفكرة من 3 سنين، طرحناها. طب يلا يا جماعه، بدانا نعمل كده. عملنا حاجات مميزه جدا جدا جدا. انتوا كنتوا 22 فرد؟ احنا بدانا 8 افراد، 8 افراد الفكره، وبعدين قلنا عرضناها على الناس فوصلنا 22 فرد. احنا خلال 3 سنين شغالين بالجهود الذاتيه قدرتوا توصلوا خلال 3 سنين شغالين على ارض الواقع بدون ما نعمل جمعيه. كنا شغالين باسم شعلة الابداع العربي بدون ما مجرد جروب. ولكن شغلنا المميز احنا عملنا الحمد لله، يعني كان ندوه شهريه في متحف احمد شوقي بالجيزه، ندوه شهريه لشعلة الابداع العربي. كان عندنا ندوة في أتيليه القاهرة ثابتة، استضفنا فيها خالد الصاوي، استضفنا فيها محمود حميدة، استضفنا فيها عدد من الفنانين المثقفين، مش الفنانين اللي عندهم فكر، مش أي فنان وخلاص. عملنا شغل، عملنا تعاون مع نقابة المحامين، وقدمنا في قاعة الحريات، أكبر مهرجان شارع اتعمل في قاعة الحريات من يوم ما اتنشأت نقابة المحامين لحد النهاردة، مهرجان برعاية شعلة الإبداع العربي. فهو ده دورنا. في مواهب كتير اكتشفناها، عملنا لها كتب. احنا طبعا بعد ما عملنا دار نشر خاصه بالجمعيه، دار نشر شعلة الابداع. بعد شويه بنعد الاصدار العدد الاول من مجله ورقيه اسمها مجله شعلة الابداع، ترصد الحياه الثقافيه والابداعيه والفنيه في مصر، المميزه الجيده المحترمه. طيب يعني خليني اتكلم استاذ بشري واساله عن كيف يتم دعم هذه المواهب
ازاي بتقفوا في ظهر هذه المواهب وتدعموها؟ ايه الخدمات اللي بتقدموها ليهم يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للشباب، الشباب اليوم في حاجة إلى تنوير فكر. يعاني اليوم من تطورات الحديثة في المعلومات والأفكار الخاطئة. دور المؤسسة إن هي تتبنى هذه الأشياء وهؤلاء الشباب في تنميتهم وتعمق أفكارهم وتثقيفهم، تنمية المواهب عن طريق تنمية إبداعاتهم، متابعة الإصدارات، تشجيعهم المستمر. أشياء كثيرة جدا ممكن تعملها هذه المؤسسة. تمام. هو يعني زي ما بيقولوا الطيور على شكلتها تقع، ودائما ما يشعر بهموم الفنانين الا فنانين زي امثالهم. طيب، واحنا المفاجاه ان انتم النهارده معانا فنانين ليكم هوايه وملكه الشعر، وعايزين نستمتع ب يعني شعركم النهارده معانا. قبل ما نستكمل حوارنا ونستطرد في مساله الخدمات المختلفه اللي بتقدمها الجمعيه لشبابنا، هتسمعونا ايه؟ قبل ما اسمعك حاجه، احب اقول ان احنا برضو بالنسبه للشباب في رعايه خاصه بالاعمال بتاعتهم، بنعرضها على نقاد بترصد العمل بتاعهم وتنقحه وتقويه، ونبدا نعمل لهم، نطبع لهم الكتاب ونعمل له حفلات توقيع ومناقشه والكلام ده. يعني كان عندنا اكتر من اسم زي حسن الملح شاعر دمياط، شاعر شاب لسه متخرج. عندنا محمد ده هنتكلم بقى عن النماذج دي وازاي وصلوا لما وصلت، بس نسمع الاول حاجه نستمتع. هقول لك حاجه كده قصيره كده على السريع، حاجه فصحى صغيره وحاجه عامه صغيره برضه. عشقتها عشقا يجرم هجرها، فأنا المتيم والأسير وأنا الأمير لعرشها. دوما تحللني انصهارا حين ألثم صغرها. شهد الرضاب يميتني ويعيدني حيا مرارا، فكيف أعشق غيرها؟ أحببتها فعشقتها. الله. الفصحى اقول حاجه علميه بقى كده، بس حاجه بمناسبه الاحداث والالم اللي احنا فيه طبعا، لان احنا في وجع من وجع لوجع. فاقول حاجه اسمها شدوا الفتيل. بنفس السيناريو بودع احبه، بنفس الحروف، بنفس الكلام. دموعي بتدعي لكل اللي غابوا، عزيمتي اللي غابت وضلت طريقها. بحس ان مسخ يا ميت يا حي. شاشاتنا اللي شاطره في سرقه جراحنا وعرض المحن. محلل سياسي يعيد في المآسي بنفس الجمل، ودايما يوماتي نرص في جتاتنا وزيد العدد. امي وامك، دموع الارامل، اليتم اللي يذبح، ما يعرفوش لغتكم، صراعكم، مزادكم. بكام كي تعوض دم الجريح؟ بكام جاي تفدي روح الشهيد؟ حرام على اللي جابكم، كرهت التنفس بريحة عفنكم. فشدوا الفتيل لاني خلاص دور اللي جاي. نعم، ما شاء الله عليك يا استاذ اشرف. ده احنا المفروض جمعيه شعر الابداع تتبنى حضرتك اول واحد. الله يخليك. طيب استاذ بشكي، بالنسبه للاحداث اللي بتحدث في الايام دي، لا أقصد وراءها أي شيء، سواء كان من إخوان، سواء كان من هنا وهنا. مصر، نريد مصر. مصر الآن تعاني مثل ما تعاني الدول العربية، وإن شاء الله سيحفظ الله مصر. إن شاء الله سيحفظ الله مصر إن شاء الله. طالما فيها هؤلاء المفكرون وهؤلاء المخلصون في بلدنا، إن شاء الله ستقف مصر. أنا لا أقصد فئة معينة، ولكن كتبت قصيدة يعني تعبر عن هذه، يعني ما حدث استفز داخلك المشاعر بعنوان لن نضعف. تمام. أيتها الخفافيش يا رمز هواننا، خذوا ما شئتم من أجسادنا، احرقوا ما شئتم من أرضنا، دسوا
جحيمكم في عروقنا، اغتالوا البسمة على شفاهنا، اسلبوا تاريخنا وأسماءنا لن نضعف، فإن دوى صوت غنابلكم فينا ومرت سيوفكم من حلوقنا، لو وضعتم سموم الدنيا فينا لن نضعف، فالحق من أعيننا يسطع والنور من جروح الشمس يلمع، مزقوا أطفالنا كلوا أكبادنا لن نضعف، إن تشوهوا عروبتنا حضارتنا، إن تزرعوا الحقد في أرضنا، إن تنصروا الشوك في أعماقنا لن نضعف، فأنتم غرباء عن تاريخنا الأروع، عن حدائقنا، عن أزهارنا، عن شمسنا، عن قمرنا، عن مآذننا، عن كنائسنا، سترحلون حتما عندما نصحو على حلم بنيناه وقيد حطمناه، غدا سيطل النور من أعيننا ونزيح الليل الأسود من نهارنا، فهذه الأرض من أسدائها نرضع ومن ثراها أجسادنا تصنع، سترحلون عندما نعمل، عندما نحصد سترحلون دون أن نضعف. ما شاء الله. لا انا قاعد بين اتنين قمم الحقيقه. الله يخليك. فيعني ما شاء الله عليكم. وزي ما قلت انه